يا مساء الفل والياسمين، عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا جدا، اتمنى ان انتوا تكونوا كويسين. عايزاكم تطمنوني بقى، انتوا عاملين ايه في المدرسة وايه اخبار الامتحانات؟ لان امتحانات الشهر ابتدت، فطمنوني اولادكم عاملين ايه وانتوا كمان عاملين ايه في الامتحانات، وربنا ينجح اولادكم يا رب. وحشتوني جدا من اخر فيديو انا نزلته، وانا ليا عتاب عندكم لان انتوا ما سألتوش عليا، وحتى التفاعل على الفيديوهات اللي انا بنزلها قليل خالص. فانا زعلانه بصراحه. لو الفيديوهات بتاعتي مش عاجباكم ياريت تقولولي ايه نوعيه الفيديوهات اللي انتوا عايزيني اصورها معاكم. المهم فصحيت من النوم كده، فتحت الشبابيك الشقه كلها وقلت بقى ان انا احضر الفطار كده، فطار بسيط. عملت ساندوتش جبنه وكوباية شاي بلبن كده حلو علشان تظبط بقية اليوم وتنسيني الزعل اللي انتوا مزعلهولي. ايه رأيكم في البطوط اللي انا عاملاه دوت؟ بجد شكله حلو قوي وكيوت. انا عاملة كذا حاجة دوت الصلصال الفوم، بجد عمل اشكال حلوة قوي، وانا عاملة كذا واحدة وعايزة اوريها لكم بإذن الله في فيديو تاني. المهم عملت ساندوتش كده جبنة، يعني يعتبر نص ساندوتش، وقطعت الخيارة بجد البلدي الصغنن ده بيبقى مسكر وجميل. المهم فطرت، وكنت جايبة بقى شوية كاندي كده، حبيت ان انا احطهم في العلبة دي وقطعتهم كده قطع متوسطة علشان اللي ياخد قطعة كده ما يبقاش كبيرة عليه، ولو عايز تاني ويحتاج تاني ياخد يعني. حطيتها بقى على رخامة المطبخ كده علشان اللي رايح واللي جاي لو عايز ياكل حاجة حلوة ياخد واحدة من الكاندي ده. كنت جايبة كاندي بطعم الاخضر دوت، بطعم التفاح الاخضر وكوكاكولا وكمان فراولة، بس اكتر حاجة عجبتني هي التفاح الاخضر والفراولة. الكوكاكولا ما كانتش طعمها كوكاكولا خالص اصلا. عايزة بقى اتكلم معاكم في الموضوع كده واحنا بنغسل المواعين مع بعض، علشان انا ما غسلتش المواعين بتاعت امبارح، فقلت ان انا احكي لكم موقف كده لحد ما نغسل المواعين مع بعض. محدش يقولي انتي ما غسلتيش المواعين ليه، المية عندنا كانت قطعة امبارح طول الليل. عايزة احكي لكم بقى على قصة. كان في بنت كانت دايما بتزعل من صاحبتها لانها بتحس انها مش بتسأل عليها غير بس لما بتكون محتاجة منها حاجة. كانت دايما بتقول في نفسها ليه انا دايما اللي بتكلم وبسأل عليها، وهي ليه ما بتسألش عليا؟ ليه ما بتحاولش تطمن عليا زي ما انا دايما بطمن عليها؟ ابتدى يجيلها افكار وانها تبعد عنها، وفضلت فترة متضايقة جدا ومقررة تبعد عنها تماما. بس بعد كام يوم قالت تجرب حاجة بسيطة، بعتت لها رسالة لطيفة جدا، قالت لها اللي هي وحشاها ونفسها تشوفها وان هي مشتاقة لها جدا. حست انها مقصرة معاها. النتيجة كانت ايه بقى؟ صاحبتها اتأثرت جدا بكلامها وقالت لها انها كانت فاكرة العكس، كانت بتحس ان هي اللي مش مرغوب فيها عشان التانية بطلت تبادر نفس الشعور. فاتضح ان كل واحدة كانت مستنية التانية تبدأ، والمشكلة كانت بس في سوء الفهم. وبعد ما اتكلموا وعاتبوا بعض، البنت قالت تعرفي انا كنت على وشك اخسرك من غير سبب، والتانية ردت عليها وهي بتضحك وانا كمان كنت فاكرة انك اتغيرتي وبقيتي مش بتحبيني زي زمان. فضحكوا هما الاتنين واتفقوا ان هما مهما يحصل ما يسيبوش الزعل يزيد بينهم من غير كلام. ومن وقتها بقوا أقرب من الأول، وكل ما حد فيهم يزعل شوية تقول للتانية فورا هنتكلم ولا هنسيب الشيطان يفرح. ومن ساعتها وهم علاقتهم أقوى من الأول. العبرة من القصة إنك ما تسيبيش المسافة تكبر بسبب سوء الفهم. أوقات كتير إحنا بنفتكر إن الناس بطلوا يهتموا بينا، ولكن الحقيقة إنهم بس مستنين مننا نفس الحاجة. يعني بدل ما نزعل ونبعد نحاول نتكلم بكل صراحة، لأن بكلمة بسيطة ممكن تصلح علاقة وتمنع وجع قلب. وإن الزعل الصامت ممكن يبوظ علاقة حلوة، لكن كلمة صريحة في وقتها ممكن ترجع الدفء بين القلوب وبين الصحاب. بس كده، يا رب القصة تكون عجبتكم وفعلا استفدتوا، لأن بجد لو انت عندك صاحبة بجد بمعنى الكلمة امسكي فيها بإيدك واسنانك، لأن بجد الصحاب ما بيتعوضوش. أتمنى تكون القصة دي عجبتكم، لأن القصة دي حقيقة، وكمان شبه القصة دي حصلت معايا بالفعل، بس أنا الحمد لله فقت يعني قبل فوات الأوان. أوقات كتير بيجي علينا بنحس إن الناس اللي حوالينا أو صحابنا بيبقوا عايزين اللي هم يبعدوا عننا بسبب سوء تفاهم، بس لو انت متمسكة بصاحبتك أو متمسكة بحد عزيز عليكي لازم انك تعاتبيه. المهم بقى ندخل في الغدا. انا غسلت المواعين معاكم وكمان ما حسيتش بالوقت. الرغي معاكم بجد حاجة ممتعة جدا. المهم عملت بقى، طلعت قطعتين كده لحمة، فما كنتش عارفة اعمل جنبها ايه بصراحة، فحبيت ان انا اشوحها كده بصوص. حطيت في الطبق توابل، ملح وفلفل وكمون وبهارات، وحطيت كمان اللي هو صويا صوص وفصين توم مفرومين وعصرة ليمون. بجد التتبيلة دي طعمها خطير وودت الستيك في حتة تانية.
عملت بقى فريك جنبه لاني كنت محتارة ان انا اعمل جنبهم ايه، فعملت فريك. حطيت في الحلة شوية سمنة صغيرين، معلقة سمنة كده صغننة، وشوحت بصلاية لحد ما اصفرت، وكنت ناقعة الفريك لمدة ساعتين. والمهم صفيته وغسلته كويس، وابتديت ان انا اشوحه كده مع البصلاية لحد ما اتأكد ان المية بتاعته نشفت، وحطيت عليه قالب مائي والبهارات بتاعتك، وحطي عليه بقى كمية مية مناسبة، وبس كده. وعملت جنبيهم خضار، والاكله بجد كانت طعمها خطير. انا كنت بوريكم، كان عندي شمع كده اخويا كان عاملهولي من اول الجواز، وانا ما كنتش بستعملهم لان الفتيله بتاعتهم خلصت وباظت، وكمان الشمعة تحس اللي هي اتحفرت كده وبقت شكلها عامل زي البومة، مش عارفة بجد شكلها يخض، يعني الشمعة شكلها غريب. فحاولت ان انا اطلعها من القالب، ما كانتش عايزة تطلع بصراحة، وانا ما حبيتش ان انا اضغط عليها عشان القالب ده لو اتكسر او جراله حاجة انا هزعل بصراحة، لان العلبة كانت عجباني جدا. انا هنا كنت بوريكم شكلها، هي كانت فيها 3 فتل كده وكنت بولعهم، فعملت مكانهم حفر، بس تحس اللي هي شبه البومة، شكلها كان يخض اوي. المهم بقى فضلت وراها كده لحد ما سيحتها لحد ما طلعها من العلبة يعني، وسيحتها وتمت المهمة بنجاح. طلعت الشمع اخيرا وحطيته كده في حاجة على النار علشان اسيحه، وكنت موطية النار خالص مهدياها خالص علشان ما يتلسعش مني. واول ما ساح ابتديت ان انا اصفيه علشان لو في اي فتيلة او اي حاجة تطلع ما تنزلش يعني في الشمع تاني وكده. حبيت بقى ان انا ازينه بشوية جليتر، بس الجليتر كان بيغطس مني معرفش ليه. المهم هسيبها بقى تنشف، ومش هوريها لكم في الفيديو ده، هوريها لكم في فيديو تاني لما تنشف تماما. المهم بقى كنت جايبه كده شويه مشتريات، هي مش مشتريات، بس هقول لكم انا ماشيه نفسي ازاي. يعني مثلا انا بنزل اجيب حاجات بس بشوف ايه الحاجات اللي ناقصه عندي. يعني مثلا عندي مكرونه مش بجيبها مش عندي مثلا رز، مش عندي لحمه، مش عندي مسحوق، حاجات من دي، هي دي بس اللي انا بنزل اجيبها. انا اوقات كتير بيبقى عندي مثلا مكرونه، عندي رز، عندي شعريه، عندي صلصه، فهجيبهم ليه؟ وانا كمان ما بحبش اجيب الحاجات وتفضل مركونة عندي، فبستنى مثلا لما اخلص الحاجات دي اروح نازلة بقى جايبة ايه بقية الحاجة. يعني مثلا قولوا ممكن اجيب مشتريات نص الشهر، يعني انا بنزل اجيب حاجة الشهر على مرتين، ما بنزلش اجيبها مرة واحدة، وكمان مني اللي انا اتفسح وانزل واشم هوا. المهم بقى جبت شوية مشتريات انا كنت عايزاها. جبت اسمه ايه ده، كريم كراميل، انا كان نفسي فيه بصراحة، اكلته عند ماما وعجبني جدا وهي فكرتني بيه، فقلت ان انا اجيب واحدة كده هتكفيني انا لان جوزي ما بيحبهوش. وجبت كمان كيس المكرونة ده لان بحب اعمل سلطة تونة بالمكرونة دي. وجبت كمان كاتشب ومايونيز لان ما كانش عندي خالص، خلصوا، استنيت ان انا لما اخلصهم فقلت ان انا انزل اجيب. وجبت نص كيس شعرية، نص كيلو كيس شعرية، وكمان جبت كيلو مكرونة قلم بس نصين. جبت كيس واحد بس من المكرونة اللي هي الاسباجيتي، ما حبيتش ان انا اكتر لان احنا في نص الشهر، فحبيت ان انا اجيب حاجات على قدي، لان بقى في بداية الشهر الجديد هنزل بقى اجيب الحاجات اللي ناقصاني. انا بحب كده، ما بحبش انزل مرة واحدة مثلا اجيب كل حاجة بتاعة الشهر، لاني يعني ما بحبش اجيب بصراحة حاجة محطوطة عندي في الضرفة وانا بنسى وباخد الجديد وهسيب القديم، والقديم كمان ممكن يبوظ او يسوس او كده، فعلى ايه يعني؟ فمادام الحاجة موجودة عندي فليه اجيب كمان؟ يعني مثلا لو عندي كيسين مكرونة ليه انزل اجيب كيسين مكرونة كمان؟ ما هي موجودة عندي. المهم جبت حجرة اخيرا عشان اغير بقى الحجرة بتاعة المنبه اللي انا حطاها في المطبخ، عشان الساعة دي انا عارفة اللي انتوا اكيد هتقولوا ما بتتحركش. وجبت كمان عصير كده اول مرة اجربه، فجبته علشان اجربه معاكم، هو مكتوب عليه ليمون وردي، فمش عارفة بصراحة ايه الليمون الوردي ده، فقلت ان انا ايه اجيبه كده واجربه معاكم. جبت كمان كرتونة بيض، بحب اسيب البيض كده في التلاجة للطوارئ، يعني ساعات اللي احنا كده بنحب نتغدى غدا خفيف، نفصل يعني ناكل بيض وطعمية وفول وجبنة وكده،
فبحب بصراحة ان البيض يكون موجود في التلاجة. عايزة اقول لكم اصلا انا قعدت اقول لجوزي عايزة هاتلي بيض، فقعد يقول لي مفيش بيض احمر لان احنا متعودين نجيب البيضة الحمرا، فانا مش عارفة بصراحة الفرق ما بينهم، فالمرة دي جبنا بيض ابيض، فمش عارفة الفرق ما بين البيض الابيض والبيض الاحمر. لو انتوا عارفين اكتبولي في الكومنت. وجبت كمان الزبادو دوت لان ساعات الواحد كده بيبقى صدره تعبه، فبيبقى عايز يشرب كده حاجة ايه بدل اللبن الرايب، لان انا مش بحب طعمه، فبحب اجيب الطعم اللي هو بالفواكه ده. وكمان خلي بالكم من الحاجات دي لازم تبصوا على الطريق على اسمه ايه ده تاريخ الانتاج بتاعهم، لان الحاجات دي ساعات كتير واوقات كتير بتبقى منتهية وهم بيبقوا سايبينها في التلاجة، فانتوا خلي بالكم جدا من النقطة دي. وعديت كمان على العطار جبت نص كيلو دقيق ذرة او دقيق بسيسة، انا ما كنتش عارفة ايه الفرق ما بينهم، بس هو لقيته هو يعني دقيق الذرة هو دقيق البسيسة، انا كنت فاكرة ان هو بيبقى حاطط عليه محسن او حاجة، فانتظروني بقى عشان انا بعشق البسيسة جدا فهعملها معاكم. وجبت كمان تمن كاكاو لان انا يعني اتخضيت من سعره، دخلت اقوله هو كاكاو بكام، قالي ب700 جنيه، فهطلب ايه يعني، كنت ناوية اجيب ربع بصراحة، فقلتله لا هاتلي التمن، والتمن لقيته حبة كتيرة يعني حبة حلوين فهسيبهم في التلاجة. وبس كده دي كانت مشتريات نص الشهر، فيا رب تكون الفيديو عجبكم وفدتكم بحاجة بسيطة، ياريت تكتبولي بقى كومنت حلو ولايك وتشتركوا عندي في القناة. وبس كده، باي باي.